الرسول فهن يا رحمن بالقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الليلة المباركة أبى الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين إلى أن يحيي هذه الثورة الرمضانية، هذا الحفل الديني على شرف حافظة القرآن الكريم بحضور ممثل سفارة فلسطين في الجزائر. هو يوم القرآن الكريم وهو يوم فلسطين تضامنا مع أخواننا في غزة لما تمر به فلسطين في هذه الأيام. نسأل الله النصر لإخواننا الفلسطينيين وإخواننا في غزة، نسأل الله للشهداء رحمة واسعة إن شاء الله. الحفل كان متواضعا ولقى نجاحا ظاهرا بتقديم 3 عمرات ل3 خاتمات أصغرهم سنا تبلغ من العمر 10 سنوات، الطفلة والتلميذة والقارئة والخاتمة سمية. نتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى لمن لم يوفق بعد في ختم كتاب الله أن يختم القرآن الكريم، ولما لا نكون في الطبعة الثالثة إن شاء الله يكون في الطبعة الثالثة من بين المكرمين. وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المبادرة الطيبة الكريمة في مدينة العصام، مدينة الثوار، مدينة العلم، مدينة المقاومة، مدينة الزوايا، التي جمعت كل الخيرين في المجتمع المدني. فهنيئا لكم هذا التزويد وهنيئا لكم هذا التوفيق، وخاصة تكريمكم للطالبات والطلبة القرآن الكريم وتكريم الأساتذة والمشايخ. فبارك الله فيكم وشكرا لكم، وتحية خاصة للإعلاميين الذين كانت لهم بصمة في هذا اللقاء وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله. شوف استاذ، تفضل استاذ. المفاجأة الأولى